في تاريخ الكنيسة كان في إنسانة مشهورة اسمها تائيس. اتولدت في اسكندرية في القرن الثالث الميلادي، ووالدها توفى، وأمها ما كانتش مهتمة بتربيتها تربية مسيحية، لأن أمها ما كانتش مستقيمة. وحتى بعد وفاة أمها بنتها كمان تعرفت بناس أغنياء ومشيت في سكة الشهوة والخطية. مين سمع بيها؟ واحد اسمه القديس بيصاريون، واحد من تلاميذ الأنبا أنطونيوس في الصحراء الشرقية. القديس بيصاريون غار غير ربنا لأن هي اسمها مسيحية، وسمعتها انتشرت جدا في البلد إنها أكثر الناس شرا وبتنظم الشر وبيوت الخطية. غار جدا وصلى بدموع واستشار أبوه الروحي إنه ينزل لها اسكندرية ويقودها للتوبة. وفعلا بعد أيام من الصلاة نزل اسكندرية وراح البيت بتاعها وخبط عليها كأنه جاي يعمل خطية، وقال لها أنا عايز مكان يكون محدش يشوفني فيه لأني أنا راهب، هتبقى فضيحة. فدخلته مكان مقفول، قال لها عايز مكان أكتر، دخلته مكان أبعد، وهكذا، ومش راضي يرضى بالمكان اللي هي بتختاره. فقالت له بص، انت لو عايز مكان بعيد مفيش أبعد من كده، لكن لو كنت بقى مش عايز حتى ربنا اللي يشوفك فده مفيش مكان بعيد عن عينه. قال لها يا سلام، يعني انت عارفة ان ربنا بيشوف ومازال انت بتعملي الخطية، عيني عينك في وجه الله. سكتت، والكلمتين البسطة دول خلوها تتأثر وتبكي. طبعا ده لأن القديس بيصاريون إنسان قديس ومحمول على صلوات الأنبا أنطونيوس والآباء الرهبان، فكلمة صغيرة أثرت فيها وطلبت منه إنه يعلمها طريق التوبة. وسألته السؤال اللي هو كان متوقعه: هل واحدة زيي لسه في رجاء في توبتها وإن ربنا يقبلها؟ بسرعة قال لها طبعا. قالت له طب إزاي؟ قال لها أولا نبعد عن المكان ده. وفعلا خرجت معاه وابتدى يكلمها عن التوبة والرجوع لربنا، وإن لكل الأحياء يوجد رجاء. لحد ما بعدوا عن المدينة قالت له ممكن تسيبني هنا في الصحراء أصلي زي ما انتوا عايشين كمان في الصحراء، وعدي عليا بعد فترة، بس قولي أنا ممكن أصلي أقول إيه؟ قال لها صلي الصلوات اللي انت حافظاها. قالت له أنا مش حافظة حاجة. قال لها طب صلي الصلوة السهمية اللي احنا حافظينها: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطية. بصت في الأرض وقالت له ولا حتى دي أقدر أقولها. قال لها ليه؟ دي كلمتين. قالت له لأ، أنا ما أقدرش أقول اسم ربنا على لساني، ينفع أقول له يا من خلقتني ارحمني أنا الخاطية؟ اتبسط القديس بيصاريون جدا من اتضاعها، لكنه قال لها ما تزعليش وما تقلقيش، ربنا يفرح لما تقولي اسمه، قولي يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطية. قالت له لأ، من فضلك سيبني زي ما أنا عايزة، أنا هقول له يا من خلقتني ارحمني أنا الخاطية. وفعلا تحت إلحاح وافق القديس بيصاريون إنه يمشي ويرجع لها بعد فترة. ولما رجع لقى وشها مستنير ومنور ومبسوطة، وقال لها يلا جت الفرصة بقى نصلي صلوات أعمق شوية. قالت له لأ، من فضلك أنا عايزة أفضل في يا من خلقتني ارحمني أنا الخاطية. قال لها مش كده، ده ربنا عايز يسمع صوتك، ما تزعليش وما تقلقيش. قالت له أنا كده يا دوبك عارفة أسلك باتضاع أمام الله عشان يرحمني عن كل اللي كنت بعمله. وتحت إلحاح تاني سابها القديس بيصاريون ورجع للأنبا أنطونيوس، وبعد فترة راح لها للمرة التالتة، ومجرد ما قرب منها لقاها تنيحت. استغرب جدا القديس بيصاريون، وبصراحة قلق لأنه ما كانش ناويلها وما كانش علمها صلوات أكتر من كده، لكن برضو شعر بعمل الله إن أكيد ربنا كان قصد إنها تتوب قبل ما تتنيح بفترة قليلة كده. ورجع القديس بيصاريون للأنبا أنطونيوس وباقي الرهبان
مغموم ووجهه باين عليه المضايقة. فلما سألوه قال لهم تقيس اللي حكيت لكم عليها وتابت، رحت لقيتها ماتت. الأنبا أنطونيوس قال له ما تزعلش، أكيد ربنا قبلها. قال له معقولة ربنا يقبلها بكلمتين يا من خلقتني ارحمني أنا الخاطية؟ أنبا أنطونيوس قال له طبعا، ياما في الكتاب المقدس ناس صرخوا لربنا صرخات بسيطة سامحهم عن كل اللي فات، ربنا قلبه حنين. وأعلن الأنبا أنطونيوس صيام 3 أيام بين الرهبان عشان ربنا يعلن لهم مكانة القديسة تائيس. وفعلا بعد 3 أيام واحد من تلاميذ الأنبا أنطونيوس وكان اسمه القديس بولس البسيط شاف رؤية في السماء إن أحد الملائكة بيوريه مكان عرش عظيم في السماء. والملاك في الرؤية سأل قديس بولس البسيط اللي هو تلميذ الأنبا أنطونيوس وبيقول له أنت عارف العرش ده بتاع مين؟ فقديس بولس البسيط راح قايل له أكيد ده بتاع معلمي الأنبا أنطونيوس. قال له لأ، انزل وقول للأنبا أنطونيوس والباقي الرهبان وللقديس بيساريون، قول لهم العرش ده بتاع واحدة اسمها تائيس. وفعلا الأنبا بولس البسيط قام من الرؤية وجري على القديس بيساريون والأنبا أنطونيوس وقال لهم اطمنوا يا أباء، تائيس في السماء وتوبتها وصلت، لأن ربنا قبلها وعرشها عظيم في السماء لدرجة إن أنا افتكرته إن ده عرش الأنبا أنطونيوس. وقف الرهبان كلهم ومجدوا ربنا